اهلا بكم من جديد. هل بالفعل البورصه اصبحت حتى الان مرآة الاقتصاد المصري؟ نعرف حالا من دكتور هاني توفيق. اهلا بحضرتك الاول وشرفتنا. اهلا بيكي. انا عايز اعمل ستيتمنت صغيره في الاول. انا مش دكتور. انا مش دكتور يبقى دكتور بورصه. الناس يفتكروني بنتحل. خبره حضرتك في البورصه يبقى دكتور بورصه. خلاص ماشي. يعني اول سؤال دايما بنتكلم عنه، دايما بنقول ان الاقتصاد دايما مرتبط بالبورصه، او بنقول ان النظره التفاؤليه للاقتصاد بتنعكس على البورصه. النظره التفاؤليه للاقتصاد في الوقت الحالي في مسيره اصلاح اقتصادي متميز، ارتفع تصنيف الائتماني لمصر في هذا العام 6 مرات من اكثر من وكاله تصنيف ائتماني، في مؤشرات الاقتصاد الكلي بتدعو للتفاؤل. لماذا لم تنعكس هذه المؤشرات على اداء البورصه المصريه؟ طيب خليني اقول لك بس حاجه مهمه قوي، انه البورصه الحقيقه انا يعني سبت البورصه فتره، البورصه المصريه سبتها فتره، وكنت بشتغل في اسواق اخرى وبضاعه اخرى، يعني عملات وحاجات تانية، وبعد رجعت مؤخرا تاني للبورصه. الحقيقه البورصه في مصر تعتبر لقيط، يعني لا له اب ولا له ام ولا له اي حد مهتم بيه، اللهم الا اداره البورصه وهيئه الرقابه الماليه، ودول اخر حلقه في سلسله طويله قوي من المتغيرات اللي لازم انها تتحل قبل ما نبتدي نقول البورصه فيها. يعني المشكله مش في البورصه نفسها، في الاداره. المشكله في مش في اداره البورصه، ولا المشكله في المناخ العام للاوراق الماليه، اللي لو استعرضناه بسرعه مع بعض تقدري تعرفي على طول ايه اللي لازم يتعمل علشان ترجع البورصه تنشط. البورصه متغير تابع لمتغيرات مستقله كتير، نتكلم عليها واحده واحده ويعني نقدر نقولها، يعني ما فيش فيها. احنا جايين النهارده عشان نقول ايه اللي ممكن يحصل الفتره الحاليه علشان نطلع من المأزق اللي احنا موضوعين فيه بالنسبه للبورصه المصريه. انا هقول لك الاول بعض الاحصاءات التاريخيه اللي تبين احنا كنا فين وبقينا فين. الواحد ما يقدرش يعرف المستقبل الا لما يستقرئ التاريخ. مش هقول لك ان احنا كنا سنه 1950 رابع اكبر بورصه في العالم، يعني كنا رابع اكبر بورصه في العالم. النهارده احنا بدون حرج بعد نيجيريا سابع دوله عربيا، سابع دوله عربيه. خليني اقول لك يعني ايه هي كان عندنا سنة 2000 مثلا، مش هقول بعيد سنة 1950 ولا لا، سنة 2000 كان عندنا 1071 شركة متسجلة في البورصة، مقيدة في البورصة. النهاردة بقوا 250. واخد بالك؟ يعني الربع، أقل من الربع كمان عدد الشركات المقيدة في البورصة. وهقول لك ليه. كان عندنا بنقول ماركت كابيتاليزيشن، أو حجم قيمة الشركات دي، قيمة الأصول الرأسمالية لهذه الشركات كانت حوالي 160 مليار دولار. انا هثبت الدولار عشان التعويم اللي حصل في النص. كان يعادل 29% او 30% من الناتج المحلي الاجمالي المصري. تمام. النهارده بقينا 19% فقط، وبقت 40 مليار. يعني ال 160 مليار حجم الشركات المقيده في البورصه كانوا 160 مليار، بقوا 40 مليار. كان عندنا، ودي باينه قوي، كان عندنا 3.4 مليون كود واحد متكود في البورصه. النهارده اللي بيشتغلوا في البورصه 3000 واحد اكتف، يعني اكواد نشطه، كانهم شركه، كانهم لا يعبر عن بورصه وطن، كانهم يعني ربع الاستاد كده قاعد في حته لوحده وبيشتغل. فاهمه؟ فالكلام ده كله حصل ليه؟ لازم نعرف الاول حصل ليه. طيب ده انا قارنت نفسنا بينا احنا من 15 20 سنه. عايز اقارن لك البلاد العربيه. المملكه العربيه السعوديه مثلا على سبيل المثال، حجم البورصه اللي فيها او الشركات المقيده في البورصه 533 مليار دولار. 533 مليار دولار تعادل 66% من الناتج المحلي الاجمالي السعودي. انزلي بقى، قبلينا قطر 144، قبلينا الامارات 233، قبلينا الكويت 96، قبلينا المغرب 150. مش عايز اقول لك ان ساوث افريكا 350 مليار تعادل 330% من الناتج المحلي الاجمالي. شوفي الحجم بتاع سوق المال قد ايه هناك. احنا الحجم بتاعنا قاعد يتضاءل لغايه لما وصل للارقام الهزيله المخزيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. مصر كل الحكايه 40 مليار دولار تعادل 19% من الناتج المحلي الاجمالي. ليه بقى؟
جميل. نتكلم ليه؟ البدايه كانت انك انت في بدايه التسعينات لما ابتدت سوق المال ابتدينا، وانا كنت يعني من الناس يعني اللاعبين الاساسيين ايامها، اتكلمنا على انه لابد من تشجيع الشركات انها تتأيد. اولا طلع قانون سوق المال، ده كان بدايه انك تطلعي قانون، كانت حاجه مهم. البورصه رجعت تاني تبقى اكتيفيتد. 3 جينا قلنا خلينا نعمل حافز للشركات عشان تأيد نفسها في البورصه. ايه هو الحافز ده؟ الحافز ده انك انت كنت بتعفي راس المال بتاع الشركه 10% او 12% من راس المال من الضرائب، عشان اسويه بواحد تاني حط فلوسه في البنك ما بيتاخدش منه ضرائب. دي اتلغت دلوقتي. كنا بنقول التداول على الاوراق، التداول بيع وشراء كان معفي من الضرائب عشان اشجع الناس اللي وصلناهم ل 3 مليون ان هم يشتغلوا. فرضوا ضريبه الدمغه، ففرضوا ضريبه دلوقتي. لا، هم فرضوا ضريبه اسمها ضريبه الارباح الراسماليه وبعدين جمدوها. طب انا كنت متفهم ان هم يجمدوها، راحوا فرضين حاجه ثانيه اسمها دمغه على التعامل، سواء انت كسبان او خسران. يعني على الاقل ضريبه الارباح الراسماليه انت حققت ارباح ادفع ضرائب. دلوقتي عملوا دمغه، وبالتالي انت كل يوم بتشتري وبتبيعي بتدفعي دمغه سواء انت كسبتي او خسرتي. فاحنا حسبناها مره لقينا ان اي واحد اكتف بلاير يعني شغال ممكن بعد سنه يكون خسر راس ماله كله لو هو عمال يبيع ويشتري في البورصه. ده المستثمر على الاجل القصير. المستثمر مش الاجل اليومي. لا المتعامل اليومي. فاتعملت الارباح الغريبه دي، الدمغه الغريبه دي على التداولات، وعارضناها جدا ايامها وقلنا ما ينفعش خلي ضريبه الارباح الراسماليه اجلها، لكن الدمغه دي قاتله. 3 الشركات اللي بتكسب بتدفع ضرائب. راحوا فرضين كمان لو جم وزعوا بقى على حمله الاسهم توزيعات ارباح كمان في 10% ضريبه على التوزيعات. يعني انت من كل ناحيه جم على الشركات المساهمه اللي في السوق كلها راحوا جايبين فرضين عليها ضريبه فوق تكافليه 2.5 في الألف. يعني كل حاجه ممكن تتعمل علشان تعوقي تسجيل الشركات او قيد الشركات في البورصه ومنع الناس من ان هم يتداولوا اتعملت. يعني اي حاجه مكتوبه في الكتاب اتعملت. فالبورصه بلا صاحب تكلمي. انا عملت في يعني شركه نزل قانون لشركات اداره الاستثمار العقاري، تعملي صناديق استثمار عقاري وتلمي فلوس الناس وتأجري وتوزعي والكلام ده كله. دي معفيه من الضرائب في كل بلاد العالم، اسمها ريتس. في مصر هنا قعدنا 7 سنين ولا صندوق طلع لغايه دلوقتي. ونروح لوزير الماليه لان الناس معفيه من الضرائب، والا واحد يعمل شركه استثمار عقاري. اذا اللي بيقر هذه الضريبه بيبقى من جهه وزاره الماليه، لكن احد المهمين طبعا وزاره الماليه. طب اداره البورصه المسؤوله عن البورصه ليه ما بتتوجهش باعتراضات او اقتراحات؟ ما هو الراجل هي اكتر حاجه عارفه حال البورصه، ايده مغلوله ومش صاحب قرار. يعني هو راجل متفاهم وبياخد طلباتنا ولجان استشاريه بتتعمل ومؤتمرات وتوصيات واللي انت عايزاه كله، وبعدين بتروح تتركب في الدرج لانها بتطلع فوق لاصحاب قرار ما عندهمش البورصه كاولويه. فيعني انا من ضمن اقتراحاتي اللي قلتها يعني اللي اقترحتها انه يتعمل مؤتمر، ومش مؤتمر ينتهي بتوصيات. انا عايز مؤتمر يبتدي بتوصيات وتكليفات للوزراء المعنيين والجهات المعنيه كلها، بان هم اذا كان في برنامج طروحات عامه لازم يبقى له مواعيد واهداف وجداول محدده يحاسب عليها الوزير المسؤول عن هذا الطرح، سواء اذا كان قطاع اعمال يبقى قطاع اعمال، اذا كانت وزاره بترول تبقى وزاره بترول، لان في وزارات كثيره معنيه بموضوع الطروحات العامه. وزير الماليه لازم ياخد اكشن، مش هياخده لوحده. وزير الماليه مزنوق وعنده مشكله في الضرايب. اما مين ياخده؟ انا عارفه ان اداره البورصه لازم من فوق يا فندم. رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه؟ لا، ده هو رئيس الوزراء يكلف في هذا المؤتمر اللي انا بقى اناشد ان هو يتعمل. ومش مؤتمر يعني ناس كتير قاعده في صاله، لا، يعني في 20 واحد قاعدين بيكلفوا ورئيس الوزراء قاعد بيستمع، يكلفوا الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والاخرين كلهم بتكليفات محدده علشان
هذه المشكله تخلص. اللي خاصه بالطروحات الحكوميه، مش بس الطروحات الحكوميه، ما انا قلت لك الضرائب مثلا على سبيل المثال، الضريبه يعني ازاي نحفز الشركات يعني هل لابد من التراجع على هذه الاجراءات اللي كانت خاطئه خصوصا مع تردي احوال البورصه؟ اكيد اذا يعني إذا لابد من حبينا يبقى التراجع. في بورصه، اذا عايزين نسيبها زي ما هي كده خلوها ده اول بند ان هو لازم يتم التراجع على موضوع ضريبه الدمغه. طيب في برضو اجراءات داخل ضريبه الدمغه يا فندم، اللي انا قلت لك تشجيع الشركات على القيد، لازم تشجعها بانك انت تعفي 10% من راس مال الشركه، مش فرض ضريبه ارباح راس ماليه، لا عشان تتأيد. وبعدين بعد كده ضريبه ارباح لا الارباح الراسماليه على المتداولين كمان. انا وحضرتك بنشتغل في البورصه بنكسب، بندفع ضريبه ارباح راسماليه تؤجل. انا في اشد الحاجه الى ان انا اعمل اي حاجه في الدنيا علشان اشجع الشركات انها تتأيد والمتداولين ان هم يتداولوا. طب عشان نقرب الصوره برضو للمسؤولين اللي ممكن يبقى ليهم دور في وضع حلول، ونقارن البورصه المصريه وحالها وبورصه البرازيل وحالها، انها كانوا احوالهم متشابهين بشكل كبير، خصوصا مع انخفاض سعر صرف الجنيه في الفتره اللي فاتت. كانت برضو سعر صرف البرازيل كان قليل، وبالتالي ده دعم بشكل او باخر الارتفاعات اللي موجوده في بورصه البرازيل. ايه اللي ممكن نعمله عشان نقرب لبورصه البرازيل وغيرها من البورصات الناشئه اللي كانت بتتعرض لنفس الظروف اللي احنا تعرضنا فيها الفتره اللي فاتت؟ طبعا هو مقارنه مصر بالبرازيل ظالمه الى حد كبير، انما نوعيه المشاكل مختلفه، نوعيه مشاكلهم مختلفه. احنا عندنا حضرتك في حاجه مهمه قوي، الاستثمار المباشر، مش البورصه بقى، الاستثمار البورصه استثمار غير مباشر. الاستثمار المباشر ان حضرتك تعملي مصنع او شركه وتنشئي وتشتغلي وتنتجي وتصدري، ده اللي بيشارك في التنميه. ده الاستثمار المباشر لا ينشط الا في وجود بورصه نشط. فالنهارده انت لازم تشجعي الاستثمار المباشر. الاستثمار المباشر بتاعنا في مصر واقف على 7 مليون دولار بقاله كذا سنه وما بيزيدش. نشوف ايه مشاكل ان شركات جديده تبتدي تخش مصر وتبتدي تخش تشتغل. استقرار السياسات النقديه والماليه. النهارده ما ينفعش ان سعر الصرف يطلع وبعدين ينزل وبعدين يطلع وبعدين ينزل، لان ده بيضر كل المصدرين وكل المستوردين وكل المتعاملين. انا مش معقول ان انا اخش مصر النهارده اشتغل مثلا بسعر صرف معين واللي اكسبه بالجنيه المصري كراجل مستثمر عربي او اجنبي، اللي هكسبه بالجنيه المصري وانا راجع تاني اخرج اتعور في سعر العمله. وبالتالي لابد يبقى فيه استقرار السياسات النقديه وسعر الصرف بالتحديد، اللي هي بتخلي التذبذبات دي كلها في غير صالح، عاليه، ما تبقاش التذبذبات ما تبقاش عاليه. اتنين حضرتك كمان سعر غير سعر الصرف، سعر الفايده. سعر الفايده النهارده عشان تستلفي وتشتغلي ب 18 ولا ب 20%، وانا هكسب كام عشان استلف؟ مفيش حد في الدنيا على فكره بيشتغل بفلوسه لوحدها، الناس كلها بتستلف بليفرج، بتستلف. فسعر الفايده عندنا مرتفع جدا. عائق، احد العوائق بتاعه الاستثمار المباشر وغير المباشر. 3، ودي برضو انا بلوم فيها بقى لو بتتكلمي على البورصه والهيئه، انا بلوم فيها البورصه والهيئه، مفيش تنوع البضاعه. احنا حضرتك بنشتغل باليات القرن مش ال20 ال19. ليه؟ اللي هو واحد واخد السهم تحت باطه ورايح يبيع في البورصه وبيشتري وبيبيع. يوم ما البورصه بتنزل كلنا حاطين ايدنا على خدنا بنتفرج على الوقعه، ويوم ما بتطلع بنجري نبيع. طيب لو في شورت سيلينج او البيع على المكشوف، لو في خيارات او اوبشنز، يعني عدم تنوع البضاعه ما زالت عندنا. وده المسؤول عنه مين؟ اداره البورصه؟ بالتاكيد. لان اداره البورصه في الفتره اللي فاتت عملت مجموعه من الاجراءات عشان تنشيط التداول، وعملت التداول على المليم. هل الاجراءات اللي عملتها في الفتره اللي فاتت دي هل ساهمت في تنشيط تداولات في البورصه؟ لا اطلاقا. ما انت بالعكس الناس بتكبر مش بتصغر. احنا ليه وصلنا للمليم؟ لانه في اسهم بالقروش، فاصبح انه يعني بتقولي قرش ونص غير قرشين غير قرش. بس ده يحصل في وقت ان سعر الجنيه اساسا المصري يعني في اقل مستوياته نزل 70%. دي حاجه غير مبرره وما لهاش معنى حكايه ترجيع المليم دي. الحقيقه يعني كلنا اتكلمنا فيها انها ما يصحش. انما اللي مهم عدم تنوع البضاعه. انا فاكر انا نفسي سنه 96 اديت كورس للجماعه مجموعه من القضاه او النيابات الماليه في مساله البيع المكشوف سنه 96، يعني من 22 سنه درست هذا الكورس. حتى هذه اللحظه ما اتطبقش لسه البيع المكشوف. البيع المكشوف ميزته ايه؟ البيع المكشوف ميزته انه لما البورصه بتقع في ناس بتكسب، اللي هم كانوا بايعين فوق وبينزلوا يشتروا من تحت، فبتحد من التذبذبات بتاعه ان البورصه بتقع، انها تقع كل يوم وكل الناس بتتفرج عليها، ولما بتطلع
بتطلع كل يوم والناس كلها بتتفرج عليها، ما عندوش بديل اخر يشتغل. الشورت سيلينج او البيع المكشوف بيخلي التذبذبات دي قليله او محدوده، وبيدي سوق تاني الفيوتشرز او الاوبشنز. حضرتك بتقدري تشتغلي على سوق كمان 3 اشهر، حضرتك شايفه ان سهم التجاري الدولي هيزيد وانا شايف انه هيقل، فبعمل معاكي اوبشن بدفع لك فيه فلوس علشان نثبت سعر معين في السوق المستقبلي. على فكره 70% من الشغل في امريكا وفي البورصات اللي بره شغال على اوبشنز وعلى فيوتشرز وعلى حاجات تانية غير انك تبيع السهم وتشتريه وشورت سيلينج. ففي بضاعه لازم تتنوع. هذه البضاعه انا مش عارف ايه لغايه دلوقتي برضو قائم عليه واقفين في ان هم ينزلوها مع انها مش محتاجه. في برضو جزئيه خاصه بقيمه الاسهم الشركات المقيده داخل البورصه، قيمتها غير عاديه كلها. طب ايه الحل فيها؟ لان بقى لنا فتره بنتكلم في هذا الموضوع، ليه اداره البورصه ما حاولتش بقدر الامكان زي ما حضرتك قلت ان المفروض يبقى في تغيير رؤيه في الفتره اللي فاتت او الفتره القادمه؟ طبعا. طب الجزء ده من الاجزاء المهمه جدا، فكره ان القيم غير عادله وقيمه الشركه اللي مقيده داخل البورصه اقل بكثير من قيمتها الحقيقيه. هو يعني مش القيمه العادله، هي القيمه العادله هي او الحقيقيه. القيمه في قيمتين مهمين قوي دلوقتي. في القيمه اللي في السوق، سعر السهم اللي في السوق، وبين سعره الدفتري اللي هو لو جبتي الاصول بتاعت الشركه ناقص الخصوم اللي عليها وقسمتيها على عدد الاسهم، الاقي ان عندي يمكن 75% من الشركات اللي مسجله في البورصه تلاقي ان قيمتها الدفتريه اعلى من قيمتها السوقيه. تمام. ده بيعكس عدم ثقه في قدرة هذه الشركات على انها تحقق ارباح مستقبليه. عندنا مشاكل، عندنا شركات كتيره قوي بتبيع بتصدر وبتبيع، مش عايز اذكر اسامي، لكن بتبيع انتاجها بره وبتتوسع بشكل جامد جدا، انما مفيش طلب عليها. مفيش طلب عليها ليه؟ لان مفيش ثقه. فاحنا محتاجين زي ما قلت لحضرتك، محتاجين رؤيه. مجرد ان انا مسكت الملف بتاع الاوراق الماليه ليه؟ مش عايز اسميه البورصه، عايز اسميه ملف الاوراق الماليه لمجموعه وزاريه، مش انها تقعد تجتمع وتمشي، انها يتحدد لها من لجنه استشاريه، يتحدد للوزراء دول اهداف ومواعيد ياخدوا فيها قرارات. ده اللجنه الاستشاريه اللي خاصه باداره البورصه او جمعيه اللي خاصه باداره؟ لا، في لجنه لازم دي تتكون بصرف النظر بعيده خلاص. يجيبوا اكبر 20 خبير في مصر في الاوراق الماليه، ويقعدوا هؤلاء الخبراء مع الوزراء المعنيين ومع رئيس الوزراء، دي برئاسه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ويقعدوا يقولوا ايه طلبات السوق علشان نرجع تاني نستعيد امجاد فترة التسعينات وأوائل الألفينات. نرجع تاني برضو للبورصة المصرية والمؤشر الرئيسي EGX30، وطبعا مكون المفروض من 30 شركة، لكن المحرك الأساسي 3 شركات فقط، هم دول اللي بيعلوا المؤشر وبينزل المؤشر. رؤيتك ايه في هذا المؤشر، ومين المسؤول على ان يعني مؤشر زي ده معتبر اللي هو من المؤشرات القويه اللي بيعبر عن نشاط او التداول داخل البورصه المصريه ومتحكم فيه 3 شركات فقط؟ هو ده مضلل. EGX30 مضلل. انت بتلاقي في ايام كتير جدا، اغلبيه الايام تلاقي EGX30 او المؤشر بتاع ال 30 شركه الكبار بيعلى والناس كلها بتلطم وبتصوت في السوق نتيجه ان كلهم خسرانين. وبالتالي لابد من اعاده النظر في تركيبه EGX30، وما ينفعش انه يبقى 3 اسهم بس هي اللي متحكمه فيه، او هم سهمين الحقيقه اللي متحكمين فيه، لانه طريقه او معيار تركيب هذا المؤشر غير متناسبه مع الواقع ولا تعبر عن الواقع. وبالتالي يعني انا بأنادي ان يبقى فيه مؤشر اخر. EGX30 ده يبقى يا اما مؤشر اخر يا اما هو نفسه يعاد النظر في تركيبته، بحيث ما يبقاش العبره بالقيمه الراسماليه بتاعت الشركات المسجله فيه، وانما حجم التداول الفري فلوت بتاعه اللي بيحصل منه. يعني لابد يتغير الحقيقه. هل الوضع المتراضي اللي داخل البورصه والسيوله اللي هي نقدر نقول عليها في ادنى مستوياتها ده ممكن يهدد البورصه المصريه في الخروج من البورصات الناشئه؟ هي تقريبا خرجت. احنا تقريبا النسبه بتاعتنا بقت عماله بتقل جدا في مؤشر مورجان ستانلي الاسواق الناشئه. وخدي بالك برضو انا مش عايز اعزل نقص السيوله في السوق عن نقص السيوله في السوق كله. يعني الاوراق الماليه في نقص السيوله في البورصه، لكن السوق كله فيه نقص السيوله. هتلاقي القطاع العقاري سحب سيوله كتيره قوي من الناس. السيوله اللي موجوده دلوقتي في ايد الناس لما
تثبتيها بالدولار حتى لايام 2000 والتسعينات، هتلاقي ان السيوله المتاحه للناس بقت قليله جدا. نرجع تاني لملف الطروحات الحكوميه، لان ده ملف من الملفات المهمه، وحتى الوزراء المعنيين زي وزير الماليه وزير قطاع الاعمال وغيرهم او وزير البترول دايما بيصرحوا بمواعيد مختلفه ويتم التراجع عنها نظرا للحال البورصه المتردي. طيب هذا الملف تحديدا ملف ضمن اتفاقيه صندوق النقد الدولي، يعني هنعمل ايه لو الامور في البورصه المصريه لغايه دلوقتي وصلت لهذا الحال؟ طبعا التحرك يبتدي منين؟ يعني انا عايز برضو افصل بين روشته صندوق النقد الدولي اللي فيها هذا البرنامج عن روشته صندوق النقد الدولي اللي كانت معموله لينا سنه في التسعينات لما ابتدى برنامج الخصخصه، لان ساعتها كان بالاوامر. وانا اشتركت يمكن نص شركات مصر انا كنت مشترك في بيعها، ان كان بيجي لنا اوامر لازم تبيعوا لازم تبيعوا لازم تبيعوا. البرنامج اللي موجود دلوقتي مختلف الحقيقه، هو عاملاه الحكومه المصريه، ما هواش بتعميد. احنا كان ساعتها بنعمله علشان بيشطبوا 50% من ديون مصر، فكان علينا ضغط سياسي جامد جدا من الدكتور عاطف سيد الله يرحمه والباقيين على انه لازم نبيع، فكنا بننفذ عمليه البيع. المره دي ده برنامج وطني، برنامج الطروحات ده برنامج وطني لانه بينزل بشركات ربحانه اولا وبتتباع للسوق، وزي بنك القاهره ما قالوا، ما بنك القاهره كان يقدروا يبيعوه مثلا لمستثمر بنك خارجي، لا هيتباع للسوق تنشيطا للسوق. فالبرنامج الطروحات المره دي لازم يبقى اكثر جديه، هم خلاص محددين هم عايزين يعملوا ايه، لكن قعد يتاجل فتره طويله قوي. كان في الاول موجود مع وزيره الاستثمار وما كانش ملفها الحقيقه في الاصل، فراح للماليه، كان ايام الاستاذ عمرو الجرحي بصفته خبير في الطروحات والحاجات دي كلها، وبعدين قعد في وزاره الماليه لغايه دلوقتي. لا ما ينفعش، ما ينفعش يبقى يتوزع دمه بين القبائل. لابد هذا البرنامج يبقى برنامج زي ما قلت لحضرتك معلن بتواريخ وارقام ومسؤوليات محدده تنشا من المؤتمر اللي انا قلت لك عليه في الاول. ينتهي هذا المؤتمر بتكليفات محدده للوزراء زي القران، يكونوا ماضيين عليه وبينفذوه حرفيا. ده المفروض يبقى فيه تكاتف بقى من اداره البورصه ومن الوزراء المعنيين، وكمان وتعليمات فوقيه يا فندم، تعليمات فوقيه لازم تنفذوا هذا البرنامج. طبعا في مشكله عند الوزراء المعنيين في هذا الموضوع في ايه؟ وانا حاطط نفسي مكانهم ومتفهم انه السوق، ظروف السوق وحشه قوي. فانا الفلوس دي مش فلوسي انا، مش فلوسي اللي انا ببيع بيها، دي شركه تابعه للحكومه وانا بنزلها في البورصه والاسعار نازله، فقد اتهم في يوم من الايام اني انا فرطت في هذه الاسهم بسعر واطي، وبالتالي هم قد يكون احد اللي مأخرهم انهم مستنيين الوقت المناسب والسعر المناسب اللي يقدروا يطرحوا بيها. خلينا نتكلم عن الرؤيه اللي حضرتك دايما بتاكد ان لازم يكون في رؤيه لاداره البورصه. تشكيل مجلس اداره البورصه دايما بيبقى من المعينين وممثلين لشركات السماسره، هل المفروض يبقى في تشكيل بشكل اخر بوجه خارج الصندوق، يعني بوجهه نظر اخرى؟ هل المفروض يبقى في شركات لترويج وتسويق البورصه في الشرق الاوسط وخارج مصر؟ هل في رؤيه جديده المفروض تبقى مطروحه بالنسبه لهذا المجلس؟ بالتاكيد ممكن يعاد النظر في تركيبه مجلس اداره البورصه والهيئه، انما انا برضو مش عايز ارمي العبء على مجلس اداره البورصه. المشكله ما هياش في البورصه يا استاذه جيهان، المشكله 5% منها في البورصه، انما ال 95% الثانيه في ايد المستوى الاعلى. وانت محتاجه قصه، محتاجه رؤيه متفائله، محتاجه تنقلي للناس ان البلد دي رايحه في حته ثانيه، وان اللي بيشتري سهم النهارده هيكسب فيه في المستقبل. هذه الصوره مش منقوله لسه للناس اللي بيشتغلوا. طيب معانا استاذ ايمن صبري رئيس احدى شركات الاوراق الماليه على الهاتف، مرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. احنا النهارده موضوعنا عن احوال البورصه المصريه، ازاي نخرج من هذه الاحوال الى نشاط البورصه المصريه، ايه وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع؟ هو في مشكله اصلا؟ هي في مشكله؟ لا مفيش مشكله خالص. ما هي دي مشكله القائمين على الاداره، ان هم قد يكونوا اصلا مش واخدين بالهم ان في مشكله، فهي دي اكبر مشكله في وجهه نظري. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، طبعا يعني طبعا يعني كلنا بنتعلم من المهندس هاني توفيق، ويمكن ما اقدرش اضيف كتير على اللي هو قاله، ولكن هي حضرتك احنا ناس قدام في الماركتس وشفنا الاسواق وتعلمنا، شفنا الاسواق ازاي بتشتغل. هي بتشتغل في بيئه معينه، لا يمكن ان سوق مال يشتغل مثلا في دوله ممكن نعلي الصوت شويه؟
لا يمكن مثلا حضرتك ان سوق مال يشتغل في دوله اشتراكيه، لا يمكن ان سوق مال طبعا الاتصال انقطع، بس خلينا كده كويس؟ كده كويس. طيب بقول لحضرتك يعني البورصات عاده لها قواعد وقواعد حاكمه عالميه عشان تشتغل، لا يمكن ان في بورصه طب حضرتك ممكن تقارن لنا ببورصه مصر وبورصات اخرى، ايه اللي ممكن ايه الروشته اللي المفروض نعملها في الفتره الحاليه؟ طيب احنا حضرتك هنبص برضو على اللي حصل قبل كده في الماضي. احنا حضرتك مثلا لو جينا خدنا الفتره بتاعه سنه 96 هتلاقي الدكتور عاطف عبيد جه في مره من المرات والحكومه راحت واخده قرار بان هم باعوا اغلبيه في شركه مدينه نصر. السوق قعد بعديها ما لا يقل عن سنتين محدش ملاحق، وحجم الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفع بشده. ابتدت الحكومه تفكر في افكار اخرى، تنشطت اصلا الحكومه لما لقت رد فعل على قصقصه شركه واحده بالمنظر ده. ابتدوا يفكروا ان هم يقلبوا الاداره اللي جوه المصريه للاتصالات لشركه، وعملوها المحمول، خدمات التليفون محمول، وطرحوها وطلع سعرها من 10 جنيه ل 200 جنيه. كان في ستوري في السوق المصري. في 2004 لما جت الحكومه بتاعت الدكتور احمد نظيف كان في الناس كلها مؤمنه بالمستقبل، مؤمنه ان في نمو، كل يوم الصبح في قصه جديده. الحكومه في يوم عملت مزاد عالمي في القريه الذكيه وباعت ورقه رخصه الشبكه الثالثه. في شركه طلعت مصطفى بتطرح اسهمها في السوق. يعني كل يوم في حراك في الماركت. هي دي الطريقه اللي الماركت بتشتغل بيها، وما بتشتغلش باي طريقه غير كده. انما زي بقى في حاجات كتيره جدا حضرتك حاجات كتيره جدا اتعملت في الفتره اللي فاتت في اتجاه يهد السوق مش يبنيه. يعني انا حضرتك النهارده الاسواق لما تيجي انا الاقي مثلا ان انا عندي قرار بقعد اخد فيه سنه عشان شركه عايزه تخرج من السوق وتستحوذ، واقعد اخد سنه في القرار ده. بطء القرار ده السوق بيعاقبني عليه بالحاله اللي احنا فيها. يعني بطء القرارات برضه ساهمت في مش بطء القرارات. احنا بنتكلم على حاجات متعلقه. انا مش بتكلم على بطء قرار في واحد بيطلع رخصه مباني. انا بتكلم على ان انا عندي مستثمر دولي جه قدم طلب استحواذ على شركه محليه عنده فيها الاغلبيه. قعدنا سنه وشهرين ومش عارفين نبتله فيه، وابتدينا نختلق له قواعد غير قانونيه في شروط الاستحواذ، ونمسك له الاستحواذ قبل ما يسد الضرائب اللي عليه. يعني البورصات بتشتغل في دول رأسمالية. نحن دولة بندعي الرأسمالية، ولكن عقيدة التصرفات معظمها اشتراكية لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. بندعي حاجة وتصرفاتنا حاجة تانية. فالبورصات ما بتشتغلش مع متخذ قرار بيفكر بفكر اشتراكي او بيفكر بفكر غير مؤسسي. مش عارفين مين المتخذ. عموما استاذ ايمن صبري بشكر حضرتك على هذا التعليق، ونرجع تاني دكتور هاني. يعني نفس الاتفاق على المبدا ان في مشكله برضو في القائمين على البورصه في بطء الاجراءات في الرؤيه. عشان كده نرجع تاني لفكره تشكيل مجلس اداره البورصه لابد ان يتغير. مش قصدي القائمين في الفتره الحاليه، لكن المجلس بشكل تركيبته بشكل اخر. يعني روح جديده، دم جديد، رؤيه جديده داخل المجلس. بس هيصطدم. ما هو لما يجي مجلس اداره البورصه هيجي يتغير تركيبته، وهتجيبي فيه ناس تانيين وهو الى اخره. دول محتاجين سبورت من القيادات الاعلى منهم. يعني انا كعضو مجلس اداره البورصه ما اقدرش اعفي ضريبه الارباح الراسماليه او الدمغه لوحدي. دي عايزه وزاره ماليه. عشان كده بقول دول يطلعوا بتوصيات، ولابد من تشكيل لجنه عليا تابعه لرئيس الوزراء. ومش عايز اقول رئيس الجمهوريه عشان ما يشغلوش اكتر. انما الموضوع اصبح في منتهى الحرج. انا هقول لك حاجه، احنا سنه 2002 كنا بنتعامل ب 400 مليون دولار في اليوم. حجم التعاملات 400 مليون دولار في اليوم. دلوقتي كام؟ قولي كده. 10 مليون دولار. 10 مليون. انت لازم قريتيها في حته. من 10 ل 20 مليون دولار في اليوم بالكتير. طب ده اسمه كلام؟ تنزلي تبقي 1 على 20 من اللي كنا عليه من 18 سنه، مش عارفين نرجع لورا 16 سنه. فانت محتاجه لحاجه اكبر بكتير قوي من مجرد تغيير مجلس اداره البورصه او مجلس اداره الهيئه. احنا لجنه عليا تابعه لرئاسه عليا، وبتدي اخبار وبتيجي توصياتها من العاملين، الناس اللي ايدهم محروقه زي ايمن وغيره اللي في السوق، يقولوا احنا عايزين ايه علشان السوق ده يتحرك. وتكلف بيها الوزارات المعنيه، ويتكلفوا ويمضوا على ان هم هيعملوا هذا الكلام علشان ما تبقاش تاني ترجع البورصه تبقى لقيط زي ما قلت لك في الاول. طيب خلينا نتكلم بوجهه نظر اخرى. ايوه. ماذا لو ان البورصه المصريه كانت نشطه وناجحه؟ ايه اللي ممكن يحصل في الاقتصاد المصري؟ ينعكس ازاي على الاستثمار؟ ينعكس ازاي على الاقتصاد؟ ده اللي انا عايزه بقى ابتدي بيه في الجزء الاخير من الحلقه، علشان يعني اروج
للفكره، لان طبعا القائمين على هذا الملف سواء اداره البورصه او الحكومات المعنيه لابد انها تهتم برواج البورصه. طبعا البورصه على فكره عكس ما ناس كتير قوي، وكان في رئيس وزراء سابق قال مره ايه البورصه دي البورصه دي اوضتين وصاله، دي قالها في مؤتمر. يعني عدم الاهتمام وعدم الوعي باهميه البورصه ايه موجوده. البورصه ما هياش بس مجرد مكان بنبيع فيه البعض بيع وشراء اسهم. البورصه اساسا المكان الطبيعي لزياده رؤوس الاموال. يعني انت حضرتك بتبقى عندك شركه في البورصه وعايزه تزودي راس مالها، فبتطرحي اسهم الزياده دي في البورصه بتتغطى، غير لما تكوني انت في شركه قطاع خاص وقاعده بتلمي فلوس من قرايبك ولا من اصحابك ولا من البنوك. تمام. فالبورصه كوسيله لزياده راس المال مهمه جدا. اثنين وهو الاهم، مفيش حضرتك لو جالك النهارده قال لك تعالى اعملي مصنع حلو قوي وهيكسب كويس قوي في الصومال، هتقولي له لا. ليه؟ الصومال ما فيهاش بورصه. البورصه بتوفر الخروج الامن للناس المستثمرين استثمار مباشر. زي ما قلت لك استثمار مباشر في مصر 7-8 مليار، نصه بترول، بقاله كتير قوي. لو في بورصه نشطه هيبقى مشجع لشركات كبيره زي ما جت فودافون وغيره لما بيحبوا يطلعوا في يوم من الايام الطلوع عن قادرين ان هم يبيعوا الاسهم في البورصه. وبنوك كتيره اتباعت في البورصه والى اخره. فالبورصه بتوفر مكان لزياده رؤوس الاموال للشركات الشغاله وسهوله التخارج عشان تشجيعا للاستثمار المباشر لما يحب يخش. ده جزء. طب الدول اللي ما عندهاش بورصه ايه اللي بيحصل فيها؟ ده بالنسبه للاستثمار على كوريا الشماليه. ما ده برضه احنا بنشوف كل السيناريوهات. ما فيش ابدا اقتصاد نشط ما فيهوش بورصه نشطه. يعني بصي هونج كونج، بصي طبعا الصين، بصي امريكا، بصي انجلترا، بصي اوروبا كلها، كل اقتصاد متنوع وكبير وفي شركات كتير كل ما يكون فيه بورصه نشطه. زي ما قلت لك السعوديه معقوله ان حجم راس المال السوقي هناك 533 مليون دولار، احنا 80. يعني الدول كل ما تبقى غنيه وكل ما يبقى فيها شركات كتيره شغاله وفي رؤيه كويسه للتداول في البورصه وللبيع وشراء الاسهم، كل ما هتلاقي البورصه بتاعتها نشطه كمتغير زي ما قلت لك، متغير تابع لاقتصاد البلد ولتنوع انشطه. انا برضو عايزه ما اسيبش الحلقه وما نتكلمش على الاستثمار. حضرتك دايما يعني من خلال تعليقاتك على الفيسبوك انا بتابعها كتير عشان بتعلم منها. جزء منها كنا بنتكلم يمكن من 2-3 كنت حضرتك معلق على انه ان النمو الحقيقي ومعدلات النمو الحقيقي دايما بترتبط بالاستثمار المباشر مش الغير مباشر. طبعا. ولكن في علاقه بين الاثنين. اكيد. شوفي اللي انا كنت بعنيه ساعتها انه انا كنت احب قوي ان اشوف الجنيه المصري بيقوى، يعني الدولار بيوطى نتيجه انه انت جالك استثمارات اجنبيه مباشره كتيره، جالك سياحه كتيره، صدرتي كتير، في اقتصاد حقيقي بيدخل منه عملات اجنبيه الى مصر تقدري انها تحسن ميزان المدفوعات بتاعك وتؤدي الى انك انت جنيهك يقوى. اما الاستثمارات غير المباشره سواء في البورصه، الاجانب داخلين في البورصه يشتروا ويبيعوا بيدوك الدولار وبعد كام شهر بيرجعوا ياخدوه تاني، او في اذون الخزانه، وده اللي انا عانيته في الاصل. دي كلها استثمارات غير مباشره لاجانب بييجوا يحطوا عندك دولارات يقعدوا 6 اشهر 9 اشهر 3 اشهر مستفيدين بالانترست ريت العاليه اللي انت بتاخديها اللي محدش في العالم كله بيديها، بتدي لهم 17% قبل الضرايب. هو عمره ما خد 1 ولا 2% في بلده، واوروبا كمان بالنيجاتيف. فدول كلهم تدفقات رؤوس الاموال الاجنبيه دخولا عندك في استثمار غير مباشر. ده بيدي احساس خادع ان دي فلوسك، في حقيقه الامر دي مش فلوسك، دي فلوس داخله قاعده شويه وخارجه. فانا كنت دايما بنادي بان الاستثمار المباشر يجب ان يعطى اهميه اكتر من الاستثمار غير المباشر. هل في علاقه بين الاقتصاد الغير رسمي اللي لغايه دلوقتي غير مدرج في الاقتصاد الرسمي ان برضه منعكس على البورصه، على اعتبار ان ده جزء من شكل البورصه او معايير البورصه في اي حته في العالم؟ طبعا الاقتصاد غير الرسمي بيشكل تقريبا 50% من الاقتصاد الرسمي وبيهدر ضرائب كتيره جدا على الدوله، وقد يكون احد اماكن غسيل الاموال للاقتصاد غير الرسمي. وخد بالك الاقتصاد غير الرسمي يشمل الاقتصاد تحت السلم او دكاتره ومحامين ومدرسين وسنترز بتاع دروس خصوصيه، ده اقتصاد رسمي لكن ما بيدفعوش ضرائب. فالطريقه الوحيده فيه انه يستخبى يا في البورصه يا في الريل استيت. فالاثنين دول
حاجات بمجرد ان القطاع غير الرسمي اندمج في القطاع الرسمي هيبقى بالتاكيد له اثر سلبي على البورصه مش ايجابي. كلمات اخيره للقائمين على البورصه حضرتك توجهها الان نختم بيها حلقتنا على موضوع البورصه. لسوق المال بصفه عامه ارجوكم او لرئيس الوزراء بالتحديد مؤتمر يبدا مش ينتهي بتوصيات، يبدا بتوصيات وينتهي بتكليفات محدده للوزراء المعنيين وكل المسؤولين عن ملف الاوراق الماليه علشان نقدر نحاسبهم بعد شويه. غير المؤتمر قرارات سريعه بالنسبه لرئيس الوزراء او القائمين على اداره البورصه. ينظروا في امر الدمغه اللي ملهاش اي لازمه دي اللي هي بتفلس اي حد في ظرف سنه. ضريبه الدمغه. ضريبه الدمغه، ضريبه الارباح الراسماليه. يوقفوها لحد التطبيق الثالث بالنسبه للدمغه ولا يشيلوها خالص؟ لا يشيلوا الدمغه دي خالص. وضريبه الارباح الراسماليه تستنى شويه. ضريبه توزيعات الارباح ملهاش اي لازمه. اعاده تشجيع الشركات على قيد اسهمها في البورصه بتسهيل الاجراءات، تسهيل الاجراءات والاعفاء الضريبي اللي احنا كنا اتفقنا عليه قبل كده. اكتر من هذا استقرار السياسات النقديه والماليه عشان اي مستثمر بيجي لازم يبقى شايف استقرار في قرارات البلد اللي هو بيستثمر فيه. الخبير المالي والاقتصادي الاستاذ هاني توفيق، بشكر حضرتك على هذا اللقاء واستمتعنا كتير، ويا رب يعني القائمين على البورصه يقدروا يكونوا شافوا تفاصيل اكتر او كل النصايح والحلول اللي قدمت النهارده من الخبير الاستثماري الاستاذ هاني توفيق. بشكر حضراتكم، والاسبوع القادم ملف اخر جديد نفتحه من ملفاتنا الاقتصاديه. الى اللقاء.